عليكم. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم كيكه بالفواكه والكريم باتيسير، كتجي خفيفه وزوينه، غادي تنفعكم في العيد. جربوها. خليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها هي الكريم باتيسير. غنحتاجو فيها كاس ونصف من العنبه ديال الحليب، وثلاثه المعالق ديال الكريم باتيسير، وجوج معالق ديال السكر سنيده، معالق كبار طبيعة الحال. نخلطو كلشي في كاسرونه. من بعد غادي نديروها في قلاعه فيها ماء التحريك حتى تعقد لينا على هذا الشكل، ونخليوها على جنب. دابا غندوزو المقادير. غنحتاجو فيها جوج بيضات، 10 المعالق كبار ديال الدقيق، 8 المعالق ديال سنيده، 6 المعالق ديال الزيت، فانيلا وخماره، فانيلا اخرى للتزيين. عندنا عصير الحامض مخلط مع الماء، نص كاس ديال عصير الحامض مخلط مع الماء، هي كاس. يمكن لكم ديروا في بلاصتو دانون فاني، كتجي احسن من الحامض. اللي ما كيعجبوش الحامض يدير ياغورت بنكهه الفاني، كتجي زوينه. ندوزو دابا الطريقه ديال التحضير. غادي ناخذوا جوج بيضات، غنديروهم في اناء، غنديروا معاهم 8 المعالق ديال السكر سنيده، المعالق كبار. عندنا فانيلا وحده، وغادي نحركو بالفوي مزيان. قلت لكم كاين لكم تعوضوا الحامض بدانون ياغورت فاني. دابا غادي نزيد الزيت 6 المعالق كبار ونحركو. وغادي ندير هنا كاس مخلط ما بين الماء وعصير الحامض، يعني النصف كيكون عصير حامض والنصف كيكون ماء. قلت لكم هذه المرحله ديال عصير الحامض ديروا في بلاصتها ياغورت بنكهه الفاني، كيجي غزال. جربوه. وهنا في الاخير غادي نستعمل 10 المعالق كبار ديال الفورص، وغادي نستعمل خماره واحده 8 غرام. صافي غادي ندير شويه ديال الفورص وغادي نحرك، وغادي نزيد الكميه اللي باقا عندي. بالنسبه للمقادير غتلقاوها تحت الفيديو في صندوق الوصف، غنخليها لكم مضبوطه. صافي هنا غادي نبقاو نزيدو الفورص بشويه بشويه حتى نكملوا الكميه اللي عندنا. من بعد غادي نديروها في المول. غادي نشعلوا الفران من قبل، وغادي ندهنوا المول بالزبده، وغادي نديروا عليه هذا الخليط ديال الكيك. صافي هنا غادي ندير الخليط ديالي في المول اللي دهنته من قبل بالزبده. من بعد غادي ناخذ الكريم باتيسير اللي غادي نديرو الكريم باتيسير ديالنا فوق الخليط ديال الكيك بهذه الطريقه. ناخذ معلقه ونبقاو نكبو، نحاولوا نوزعوا الكريمه ديالنا على المول كامل بهذه الطريقه حتى نكملوا الكريمه اللي عندنا. من بعد كنت نستفوا الفواكه ديالنا. انا هنا استعملت البعويد والتفاح واستعملت اللوز ايفيلي، ومن الفوق رشيت فانيلا. يمكن لكم ديروا اي فاكهه عندكم. وملي كطيب لينا الكيكه ديالنا كندهنوها بكوفيتير ديال المشماش اولا بالناباج، وكتجي على هذا الشكل وبالصحه والراحه.